الواقعة اللي هكلمكم عنها النهاردة هي واقعة للأسف الشديد بلس 18. بلس 18 يعني الكلام اللي هيتقال فيها للكبار فقط، ما ينفعش ان الأطفال تسمعه. بس للأسف الشديد أنا برجح ان الأطفال تسمعه عشان خاطر ان ما تديش أمان لحد، حتى لو كان مين. وسامحوني جدا ان في الفيديو دوت انا مش هنزل صور لأي حد من الشخصيات اللي هتكلم عنها، لأن الموضوع حساس جدا. فيلا بينا مع بعض، بس يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لغيرك ويسمعه. ويلا بينا عشان احكي لك ايه اللي حصل بالظبط في اصل الجريمه. في محافظه القليوبيه وتحديدا في قريه اسمها اسنيت تابعه لمركز كفر شكر، كان في راجل دايما بيتردد على بيت، والبيت دوت فيه زوجة وزوجة وعندهم 4 شقيقات. بيدخل البيت في أي وقت. وصلني كلام كتير طبعا إن الراجل ده يعرف الزوجة، والمفروض إن هو يعني هي اللي معرفاه على أهل البيت، معرفاه على جوزها ومعرفاه على بناتها. ووصلني كلام تاني إن هو صاحب الزوج، يعني في ناس بتقول إن هو صاحب الزوج، وفي ناس تانية بتقول إن هو أصلا ما يعرفش الزوج ويعرف الست نفسها. فمش موضوعي دوت خالص، انا موضوعي اللي جاي اتكلم عنه اللي حصل ده. اللي حصل ان الراجل ده اتفق مع حد ان هو يعني يدي الناس دي فلوس عشان خاطر يشتكيهم ويعمل عليهم قضية تبديد ويحبسهم. وطبعا عمل كده عشان خاطر يدخل ويعتدي على البنات. 4 بنات شقيقات، اصغرهم 9 سنين واكبرهم 18 سنة. واللي وصل لي ان الراجل ده مسن، يعني راجل كبير، يعني اكيد في الخمسينات من عمره او داخل على الخمسينات، او يعني ممكن يكون عداه. وللاسف الشديد الطفله اللي عندها 9 سنين من كتر طبعا الاعتداء عليها اتوفت، وفي واحده من اخواتها حامل. انا مش عارف يعني اقول ايه غير حسب الله ونعم الوكيل. يعني هو ازاي جاله قلب يعمل كده اصلا؟ لو الزوجه اللي غلطانه فيعني مش هقدر اقول غير بس حسب الله ونعم الوكيل فيها. لو ما كنتيش حابه جوزك، لان وصلني ان الراجل دوت اصلا يعني بتاع ربنا، اللي هو يعني من الناس اللي هي ذوي الهمم، والبنات كمان نفس الكلام. ده اللي وصل لي، لكن انا ما اعرفش الحقيقه فين عشان ما ابقاش كذاب. ولكن من الفيديو دوت عايزين نوصل رساله بقى. لو اي زوجه مش مرتاحه مع زوجك، لو انت شايفه ان انت مش مرتاحه، مش قادره تعيشي، مش عاجبك الحال اللي انت فيه، انفصلي. لكن ما توصليش الامر ان هو تخوني جوزك او تعملي حاجه يعني ما تنفعش تعمليها. الامر الثاني هو الراجل اللي بيخاف على اهل بيته، بيحب مراته، بيحب عياله. مشكلتك الكبيره انك بتثق دايما في صحابك، بتثق في ناس كتير ممكن تدخلهم بيتك، ودي اكبر مصيبه كبيره. ومن هنا بتبدا المشكله تحصل، انك بتدخل الناس دي بيتك وبتقعدهم معاك وبتعرفهم على زوجتك وبتعرفهم على ابنائك، وانت ما تعرفش الا ما رحم ربي. في ناس محترمه وكويسه، وفي ناس تانيه للاسف الشديد عايزه ضرب النار. فبالله عليك، لو انت ليك صحاب اخرهم معاك الشارع، يعني عامل ايه دي، انزل له الشارع على طول، رن عليك انزل له الشارع، قعدتوا على القهوه مع بعض، رحتوا كافيه، قاعدين في نادي، المهم اخره الشارع، ما يطلعش البيت. وده اللي انا برشحه الايام اللي احنا فيها دي، لان للاسف الشديد احنا بقينا في ايام صعبه، وبتبدا الخيانات بتحصل من الوضع دوت، ان انت بتدي الامان وممكن انت ما تثقش في جزء، يعني مراتك بعد كده، يعني زوجتك انت ممكن بسبب صاحبك انه ممكن يسخنك عليها، ممكن يقول لك كلام مش فيها عشان هو عايزها، ممكن تكون هي كمان مش كويسه فمستنيه لحظه. فانتوا ما توصلوش الفكره كده، او ما توصلوش الموضوع ان انت خلاص يعني يا دوب خلاص كده احنا واقفين على غلطه فيلا بينا، فتبقى الغلطه عندكم انتوا الكبيره. اما بقى لكل الاطفال، اوعي تثقي في اي حد، صاحب بابا، جارك في الشارع تعرفيه، الكلام للبنات بالذات، ما تخليش حد يلمسك. مفيش حاجه اسمها لمسه كويسه ولمسه مش كويسه، عشان برضو ده بيبدا اشوفه دلوقتي. لا، اللمسه دي كويسه،
لا البوسه من الخد دي عادي، مفيش الكلام ده. هي بتبدا كده وبتنتهي بطريقه عكسيه خالص. سلام، ويا رب تكون الفكره وصلت لكم او الرساله اللي انا عايز اوصلها وصلت لكم. طبعا هو تم القبض عليه، حسب اللي انا ونعم الوكيل فيه طبعا، لاني مش عارف اقول ايه غير يعني اكيد ممكن يكون متجوز كمان، وللاسف الشديد برضه هو عاجبه حاله كده، عاجبه حاله. سلام.